السلام عليكم أصدقائي. إذا كنت من عشاق أسود الأطلس فأنت في المكان الصحيح. المنتخب المغربي على موعد مع مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد النيجر وتنزانيا. لكن هل سبق لك أن تساءلت عن تاريخ المواجهات بين هذه المنتخبات؟ كم مرة تقابلوا؟ من فاز أكثر؟ من سجل أكبر عدد من الأهداف؟ اليوم سنأخذكم في رحلة عبر الزمن لاسترجاع أهم المحطات بين المغرب، النيجر وتنزانيا. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة لتصلكم أحدث الفيديوهات. المواجهات الرسمية بين المغرب والنيجر. أول مواجهة جمعت المغرب والنيجر كانت سنة 1962 وانتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة 3-1 في تصفيات كأس إفريقيا. في إجمالي المباريات الرسمية والودية التي جمعت المنتخبين، المغرب تفوق بوضوح. المغرب فاز في 4 مباريات. التعادل حدث في مباراة واحدة. النيجر لم يحقق أي فوز رسمي على المغرب حتى الآن. أبرز المباريات بين المغرب والنيجر وتصفيات كأس العالم 2047. فاز المغرب بنتيجة 4-0 في لقاء حاسم بقيادة الأسطورة أحمد فارس. 2 كأس إفريقيا 2012. المغرب حقق الفوز بنتيجة 1-0 بفضل هدف يوسف حجي. إحصائيات الأهداف. المغرب سجل 11 هدفاً في مرمى النيجر عبر التاريخ. النيجر سجل هدفين فقط ضد أسود الأطلس. الخلاصة: المغرب دائماً كان متفوقاً على النيجر تاريخياً، لكن كرة القدم لا تعترف بالماضي، وكل مباراة لها ظروفها. الفقرة 8. المواجهات الرسمية بين المغرب وتنزانيا versus. أول مباراة بين المغرب وتنزانيا كانت سنة 1972 وانتهت بفوز المغرب 3-0 في تصفيات كأس إفريقيا. على مر السنين لعب المنتخبان 8 مباريات رسمية وودية، وكانت النتائج كالتالي: المغرب فاز في 6 مباريات. التعادل حدث مرة واحدة. تنزانيا حققت فوزا وحيدا على المغرب. أبرز المواجهات بين المغرب وتنزانيا. تصفيات كأس العالم 2014. المغرب سحق تنزانيا 6-1 في مباراة لا تنسى، سجل فيها يوسف العربي هاتريك. تصفيات كأس إفريقيا 2020. فاز المغرب خارج أرضه 13 وتألق حكيم زياش بهدف عالمي. إحصائيات الأهداف. المغرب سجل 19 هدفاً في مرمى تنزانيا. تنزانيا سجلت 5 أهداف فقط في شباك أسود الأطلس. الخلاصة: المغرب لديه سيطرة واضحة على تنزانيا، لكن هذا لا يعني أن المباراة القادمة ستكون سهلة، خاصة أن تنزانيا تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة. الفقرة 3. مقارنة بين الجيل السابق والحالي في مواجهات النيجر وتنزانيا. من كان أقوى؟ جيل 1900 2010 أم الجيل الحالي بقيادة وليد الركراكي؟ في الماضي المنتخب المغربي كان يعتمد على نجوم مثل نور الدين النيبت، مصطفى حجي، يوسف شيبو. اليوم المنتخب المغربي يملك أسماء عالمية تلعب في أكبر الأندية الأوروبية مثل حكيم زياش، غلطة سراي التركي، أشرف حكيمي، باريس سان جيرمان، سفيان أمرابط، مانشستر يونايتد. الإحصائيات تقول إن الجيل الحالي أقوى على الورق، لكن هل سيتمكن من تحقيق إنجازات تاريخية مثل جيل 1996 و2025؟ ماذا تتوقعون؟ الآن جاء دوركم. هل تتوقعون أن يحسم المغرب المباراتين بسهولة؟ شاركوا توقعاتكم في التعليقات.
لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.